السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم كما راكم تلاحظوا جبت لكم وصفه يعني من مواصفات تاع العيد الاضحى المبارك، راهو على الابواب ان شاء الله. اليوم حبيت ندير لكم اللحم داخل الكوكوط، يعني داخل الطنجره تاع الضغط، راح يجيكم بنين وطايب زبده. رافقته غير مع البطاطا مقليه، هذا ما كان طريقه سهله، ما عليكم غير انكم تتبعوا برك الخطوات الى الاخر. نجيبوا هنا الكوكوطه تاعنا، نحطوا فيها كميه تاع الزيت. انا هنا راح نستعمل اللحم تاع البقري، صافي راح نزيد لها شويه تاع المنقارين وشويه السمن اللي عندك. ندوبوا هذاك السمن في هذاك الزيت، ومن بعد نجيبوا هنايا حبه بصل تكون متوسطه، قطعتها شرائح، مع حبه تاع طوماطيش. حبه بصل والطوماطيش هنايا درتهم يعني برك باش يطلقوا هذاك الماء تاعهم ويزيدوا يعطونا بنه لهذاك اللحم. هذه الوصفه تقدروا يعني حتى تستعملوها مع ليكوت ولا مع تاني اللحم تاع الخروف تاني، راح يجيكم بنين. نستف اللحم تاعي هنا تحطوا على حسب الافراد تاع العائله تاعكم، ما تتقيدوش بالكميه اللي درتها. نحطهم كما قلت لكم قدام بعضهم، يعني فوق هذاك البصل والطوماطيش، ومن بعد نزيد عليهم 2 وريقات تاع الرند. هذه الوصفه يعني سهله، تقدروا تخدموها في 5 دقائق وتجيكم يعني كما نقولوا عمليه. تمتم حطيها وروحي خدمي شغلك، تجي تلقاي اللحم تاعك هذا تحمر ولا طايب. هنا لي زيبيس كما راكم تلاحظوا ما كثرتش، حطيت برك يعني غير حطيت الملح والفلفل الكحل، غلقت عليها تكون يعني حتى تجوز لك واحد نص ساعه. فتحي عليه النار، هنا لازم تكون قليله، ما لازمش يعني تكون النار قويه. خليه يطيب على غرضه حتى كي تفتحي عليه تلقاي هذاك البصل وهذيك الطوماطيش كاع دابوا، طلقوا هذوك الماء تاعهم وتبنن مليح هذاك اللحم كيما راكي تشوفي. يعني هذيك لاصوص اللي طلقتها تقدروا يعني تفوروا الخضره وتصوطيوها ومن بعد تحطوها من الفوق، راح تعطيكم تاني بنه هايله. هذه هي الطريقه تاعي تاع اليوم، سهله وخفيفه. ويعني وكما قلت لكم العيد راهو على الابواب، يعني دوك الواحد يعني تكون عنده اللحم في الدار يقدر يجرب هذه الوصفه. انا هنا رافقتها غير مع يعني البطاطا مقليه، الدراري صغار كاع يحبوا هذه البطاطا المقليه مع اللحم. ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم، خفيفه وتقدروا ديروها كما قلت لكم ليه تمتم. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم وبالصحه والهنا. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله.